السلام عليكم على احلى مشاهدين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل بقى مع بعض النهارده روتين في المطبخ حلو قوي. اول حاجه بدات بيها كده تنظيف البوتاجاز. ده كان الصبح قبل ما اعمل اي حاجه، يعني قبل ما نعمل فطار او نعمل اي حاجه، بدات اول حاجه كده تنظيف البوتاجاز. انا بعمل ايه في تنظيف البوتاجاز؟ ده روتين عندي بعمله على طول، كل مثلا اسبوع او كل ما احس ان البوتاجاز وسخ معايا. طبعا انا البوتاجاز كل يوم بديله تلميعه بالفوطه، فده بعمله كل اسبوع او كل حوالي كده 4 5 ايام، احس ان هو ايه مش نظيف معايا. بحط معلقه بيكربونات وبحط شويه خل زي ما انت شفت كده في اول الفيديو، وحطيت شويه ميه دافيه او ميه سخنه. تمام. الميه السخنه حلوه قوي، بتطلع اي دهون معاكي بسهوله. ميه سخنه وخل وشويه بيكربونات وشويه بريل. تمام. بس ببدا بقى ان انا ادعكه كده بالسبونجه، وبعد كده ببدا ان انا امسحه بفوطه ناشفه. تمام. بشطفه يعني الاسبونجة طبعا انا بشطفها وبديله تلميعه كده بميه نظيفه، وبعد كده بديله بقى في الاخر خالص انشفه بالفوطه. طيب هنعمل بقى غدا مع بعض كده، غدا سريع وسهل جدا لو انت حابه من الحاجات اللي بتتعمل بسرعه. هو الايه الشاورما. هنعمل بقى شاورما، وهنعمل كان عندي مكرونه من امبارح في التلاجة، طبقين مكرونه كده فهحطهم جنبهم. لو انت مش عندك مكرونه اعملي مكرونه بالصلصه جنبيها، بتبقى حلوه قوي. تمام. انا عندي بقى الشاورما هنا فراخ ما كنت مقطعاها وحطها عندي في الفريزر، طلعتها من بالليل كده لحد ما فكت. انا عارفه ان انا هعملها بكره فبحطها من بالليل كده في التلاجة. ببدأ بقى ان انا اطلعها، طبعا انا غسلاها وشايلاها مغسوله ونظيفه. حطيت اول حاجه بدي تشويحه كده للفراخ لحد لما لونها يغير معايا في شويه زيت، وبعد كده بنزل عليها ببصلتين مقطعاهم شرايح، وبعد كده بنزل عليها بفلفله رومي، واحده صفراء وواحده حمراء، فلفلتين. تمام. طيب بعد كده ببدأ بقى أول ما البصل والفلفل يبدأ يدبل معايا، وبقلبه كده لمدة 3 4 دقايق يبدأ يدبل معايا، بنزل عليه بكوباية مية زي ما انتم شايفين. أول ما انزل بقى بكوباية المية بحط التوابل اللي أنا حباها، التوابل اللي انت بتفضيها في الشاورما تفضليها حطيها. أنا حطيت معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كزبرة، حطيت بهارات فراخ، حطيت معلقة صغيرة من الكاري، وحطيت آخر حاجة الملح. تمام. انا بحب اتبل لما انزل بالميه. اول ما تنزلي بالميه وتتبلي، طبعا الميه بقى هتبدا توزع التتبيله، وفي نفس الوقت هتخلي لك الفراخ معاكي طريه وحلوه، ما تبقاش ناشفه، تبقى الفراخ طريه كده وجوسي معاكي. تمام. بس هبدا بقى ان انا هقلبها، وههدي بقى النار في المرحله دي. اهم حاجه في المرحله دي بهدي بقى النار خالص، بسيبها على نار هاديه تتشرب الايه الميه اللي احنا حطيناها. يعني خلاص كل حاجة كده استوت معايا، بس انا بحط المية هنا دي عشان توزع معايا التوابل والملح، وفي نفس الوقت تخلي الفراخ تبقى طرية معايا متبقاش ناشفة. تمام. بهدي بقى عليها النار. وده بقى كان في النهاية بقى بعد ما حطيته كده في ايه في الطبق. هنخش بقى على المطبخ بعد ما انتوا شايفين كده، شايفين المطبخ عامل معايا ازاي. المطبخ كان عاوز ترويقة حلوة قوي. فهننضفه بقى ترويقة كده ايه حلوة جدا مع بعض. اول حاجة كده بمسك اي اطباق معايا، اي حلل معايا مكرونه بقى، بفضي الاطباق كده والحاجات من اي بقايا اكل معايا، بفضيها كده وبحطها في كيس ايه، بحطهم كلهم في طبق، وبعد كده بفضي الطبق في ايه في كيس. طبعا كل حاجه انا بفضيها بحطها على الحوض. برجع بقى اي برطمان كده مش في مكانه. انا طبعا هظبط الرخامه الاول، هنظبطها مع بعض ونمسحها. بعد كده في حته كده فوق فوق الرخامه اللي انتوا شايفينها دي، الحته دي بتبقى عندي مليانه برطمانات، ففضيتها برضو في المطبخ في القطعه اللي فوق. ففضيتها وبعد كده بدات بقى ان انا امسحها كده بفوطه مبلوله ميه وشويه خل. امسحها بميه وخل بس. وهبدا بقى ان انا هرجع ايه كل برطمان مكانه. وشفت بقى الاكياس اللي كان عندي حتت مثلا اكياس كده كانش فيها حاجة، يعني شلتها بقى كلها اهو كده. خلاص بعد ما ظبطت الجنب ده هبدأ بقى ان انا اغسل ايه الرخام. انا بغسل الرخامة مخصصة لها كده ايه سفنجة بغسلها بيها. وبعد كده ببدأ ان انا ايه
انشفها بالفوطه. يعني شايفين الفوطه دي الفوطه دي فوطه مايكرو فايبر حلوه جدا يا جماعه في التنظيف. حلوه قوي لما تيجي تمسحي بيها رخام، تمسحي بيها الخشب، جميله جدا، بتلمع عندي المطبخ وبتلمع الخشب كله. يعني انا مخصصه واحده لاوض النوم وواحده للمطبخ، جميله جدا، بتلمع المطبخ وبتديله لمعه حلوه قوي. طبعا في الازاز جربتها مش حلوه، بلاش ان انا انصح ان احنا نمسح بيها اللي هو الازاز، لا ما بتنضفش الازاز خالص، ما انصحش بيها. انا افضل حاجه ان انا ده بقى هنا بعد المطبخ ما مسحته، اديته تلميعه كده من فوق ومن تحت للرفوف كلها. هنبدا بقى ايه، كان عندي مواعين كده مغسوله، هحطها مكانها. اطباق اي حاجه بقى كده حطيتها كده مكانها، وهبدا اغسل المواعين اللي هي في الحوض. بصوا بقى الصفايه بتاعه الاطباق دي كنت عايزه اوريكم حاجه كده فيها. الصفايه دي طبعا تحتها قطعه اللي هي بتحوش الميه، فطبعا كنت كل ما اشيل المواعين بلاقي ميه في القطعه دي كتير. شايفين دلوقتي مفيش ميه خالص، الميه كلها اتصفت. ليه انا عملت هنا الفتحات دي؟ ما كانش ليها فتحات، هي في الصفايه بتيجي ليها فتحه كده اللي تنزل في الحوض، دي ما كانش ليها فتحات، كانت بتحوش الميه من تحت، فعملت لها انا الفتحات دي. جبت شوكه عادي خالص، شوكه صغيره، وسخنتها على النار. بتسخنيها كويس جدا على النار، وبعدين بتبداي ان انت تحطيها كده في اي مكان. انا المكان الميه كلها كانت بتيجي هنا في الجنب ده، كانت بتتحوش عندي في الجنب ده. فعملت الفتحات عملت الفتحات في الجنب ده، فما بلاقيش بقى ميه خالص. يعني اي مواعين دلوقتي خلاص بقت بتتصفى بسهوله جدا، وما بقتش اشيلها من الميه. لو عندك صفايه ملهاش فتحه بتخرج الميه، فانصحك انت تعملي الفتحه دي باي شوكه عندك. طيب هنا بقى المواعين انا بديلها كده ايه، بديلها تشطيفه زي ما انتوا عارفين الاول، عشان لو في اي حاجه لازقه في الاطباق معايا تطلع معايا بسهوله لما اجي اغسلها. بشطفها كده الاول، تمام، وبعد كده ببدا ان انا ايه اغسلها. بصوا بقى دي كانت بتاع معالق وشوك والسكاكين كده، اللي هي البلاستيكيه البينك دي، كنت بحط فيها معالق وشوك. المهم لقيتها كنت بحطها عندي على الرخامه، لقيتها عامله زيت على الرخامه. ف وانا كده كده بحط المعالق والشوك والسكاكين في اول درجه عندي في المطبخ، فاستغنيت عنها بقى. يعني قلت خلاص، يعني اللي هيتصفى عندي في الصفايه مش هحطه هنا، فانا شلتها بقى. يعني ايه، ممكن ابقى استخدمها في اي حاجه كده لما اشوف. بس خلاص يعني ايه، لقيتها كانت زحمالي الرخامه. انا من النوع اللي انا ما بحبش يبقى في حاجات كتير على الرخامه، بحب الرخامه تبقى رايقه معايا، هو اخرها الخلاط بس. هبدا بقى كده ان انا هغسل ايه المواعين. جبت عندي هنا صينيه، حطيت فيها شويه بريل وحطيت فيها شويه خل، وهنبدا بقى نغسل ايه المواعين مع بعض. انا بحب كده يجي عليا المغرب يبقى مش معايا ورايا اي حاجه. يعني قبل المغرب ببقى مخلصه كل حاجه في البيت. يعني بعد الغدا بقى بمسك كده اي مواعين عندي، اي حاجه في المطبخ عايزه تتروق، اي حاجه عايزه تتغسل، بحب اعملها كده قبل الايه المغرب، بعد الغدا على طول. تمام. بخلي بقى الوقت اللي هو بالليل ده وقت لولادي بقى، اذاكر لولادي، حفظهم قرآن، اي حاجة. المهم ايا كان ان انا بخلي وقت الليل ده بقى لولادي، من المغرب كده وطالع، ده بخليه ايه لولادي. خلاص بقى كده هبدأ ان انا هشطف المواعين معايا زي ما انتم شايفين، واحطها في الايه في الصفاية. انا كنت حاطه في الصفايه اللي هي لونها موف دي بحب احط فيها الاطباق بصراحه، بتشيل معايا الاطباق كلها، يعني بتشيل معايا كميه اطباق جميله جدا يعني. وبحط على ورا دي الحلل وكده. لما تكون الاطباق عندي كتيره بحب احطها في الصفايه دي، لو مش كتيره بحط كله مع بعض، يعني كل المواعين مع بعضها. دي برطمانات كده كنت ازاز لقيتها مع البرطمانات، يعني كانت فاضيه ما فيهاش حاجه فغسلتها. اخر حاجه بقى ان انا بغسل الحوض، بغسله بايه، بغسله برضو بشويه خل وشويه بريل. طبعا لو حابه ممكن اسبوعيا كده بحط بيكربونات وملح ليمون.
الحوض ده في النص كده تحطي بيكربوناته عشان ما يتسدش معاكي، عايزه الحوض ما يتسدش معاكي ويفضل الميه بتجري فيه كده اسبوعيا او كل اسبوعين، كل اسبوع او كل اسبوعين. حطي معلقه بيكربوناته ومعلقه ملح ليمون وشويه خل، تمام، معلقتين خل كده في العين بتاعه الحوض، وسيبيها لمده 10 دقايق. بعد كده هنجيب ميه سخنه، ميه تكون سخنه، ونبدأ ننزل بيها في الحوض. هتلاقي الحوض يعني ميه بتنزل فيه كده وما بيتسدش معاكي وحلو قوي. هنا بقى اخر حاجه اديتها ان انا كنست المطبخ، وبعد كده مسحته، وبعد كده سبت المطبخ بقى ينشف تماما من الميه وفرشت السجاده. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو. في اخر الفيديو بقى كده هنحط بقى، هنكافئ نفسنا بايه؟ بالمرطب. يعني انا المرطب ده انا ما بستغناش عنه يوميا، بتجيبيه من اي صيدليه، بيتباع في الصيدليات عادي جدا، وحلو قوي، اسمه بنسينول. حلو قوي، بعد ما تخلصي شغل البيت كده بتحطي منه، يعني جميل جدا في الترطيب، واي اماكن عندك برضو عايزه ترطبيها في جسمك، حلو قوي قوي. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام.